الإمام الصادق عليه السلام أهل الديانة لابد يكون لهم أوصاف. أنا الوصفين أقول هسه وقت أريد وقت والله الصلاة. الأول صدق الحديث، يحكي الصدق ولو عليه. كلامكم يجي البيت هذا أفراد العائلة إذا يقولون يريد كلام الصدق ممن نأخذ من هذا الطلبة كلام الصدق من هذا الطلبة. هل يكون كذلك؟ يسوي تأويلات أحسن يعرف تورية ما تورية. هذا واحد. وأداء الأمانة، أداء الأمانة مو بس إذا واحد خلت عنده مثلا فرشي يرده، لا، الواجبات الإلهية أمانة عندنا، المحرمات الإلهية أمانة عندنا، احترام الوالدين أمانة عندنا، صلة الرحم كلها أمانة، الصلاة أول الوقت، الصلاة مع الشرائط مو هيجي، مع التقليد الصحيح مع الشرائط الموجودة، مع الطهارة مع علاقة وسائر الواجبات. فالأداء الأمانة يعم الجميع. كل الناس لابد أن يكون على هذا النحو، لكن الطلبة أولى. أن الطلبة لا يخطأ، لا يكذب، لا يصل منه الأمور القبيحة، يقدر يحفظ لسانه عن المحرمات، الكظم الغيظ. هذا الطلب. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا مال الطلبة بحسب مراتبه. الطلبة لابد على أنه مسائل الدين يعرف. إذا قالوا الطلبة يسأل من المسألة ما يعرف أي شيء. الطلبة يعني جند الحجة عجل الله فرجه، جيش الحجة، فلا بد له من أن يكون مهذبا مع التقوى مع الورع. وأسأل الله أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح ويعجل فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ويرفع المشكلات من البحرين ويقطع يد الظالم إن شاء الله.